بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله الفيديو ده هنشوف الكحك والبسكويت وخزين التربو وخزين التلاجة والمطبخ، ويا رب كده الفيديو يعجبكم. مش تنسوا كده العروسة بدعوة حلوة كده من قلبكم، ربنا يا رب كده يسعدها ويرزقها كده الذرية الصالحة، وقبل كده بناتكم وبناتنا وبنات المسلمين. ده طبعا كان التربو. ده كان معاه بقى مرقة الدجاج والخلطات بقى، خلطة المكرونة بشاميل وخلطة الكفتة. وهنا بقى الشعرية والمكرونة. بسم الله ما شاء الله، العروسة جايبة كل الخلطات. ومش تنسونا كده باللايك والشير، واللي أول مرة يدخل على القناة يعملنا اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وقولوا لي بقى في التعليقات عندكم العادات والتقاليد زي عندنا كده، ولا عندكم حاجة مختلفة؟ وقولوا لي كمان عندكم بتودوا ايه ومش بتودوا ايه. اصل في ناس كتير بتبعت لي عن الصعيد، هي زي الشرقية كده عندنا. وطبعا في بقى، بصوا بقى حبايبنا في الجزائر وتونس بيبعتوا لي بيقولوا احنا ما بنجيبش الحاجات دي خالص، كل الحاجات دي كده على العريس، العروسة بتروح بس بشنطة هدوم. طبعا انا قلت لهم بقى ايه، يا بختكم انتوا بتوفروا كتير على اهلكم كده. وهنا البطاطس، وتحت كده البصل، طبعا ده خزين التربو. وهنا بقى البسبوسة اللي هي الأكياس الجاهزة والحلبة. وهنا أكياس السكر. وهنا كمان شعرية. وهنا المكرونة. طبعا بقى المكرونة بقى الأقلام والمكرونة العادية، المكرونات بجميع أنواعها. وتحت كده طبعا عشان كنت بصور بإيد وبفتح بإيد، فيعني ايه الموضوع صعب شوية. وهنا البصل. ده بقى الحاجات بقى اللي هي الكيك شيف و... والفانيليا دي كده كانت فانيليا سايلة، ودي هنا التلاجة. طبعا هنا بقى الفاكهة والزبادي والخيار والطماطم والسمنة البلدي والنوتيلا والبيض والصلصة وأكياس الصلصة والليمون. وكمان هنا الكاتشب تحت كده. وهنا كمان سمنة بلدي، يعني مامة العروسة هنا مسيحة لها كده سمنة بلدي وحطها لها كده ايه في البرطمان. وهنا بقى المربى والعسل الأبيض تحت كده. وهنا بقى الكاتشب والهاينز اللي هو الهاينز والمايونيز. وهنا بقى تحت كده الشوكولاتات، طبعا حطيناها في التلاجة. طبعا بقى العروسة بقى لما بتيجي آه بعد الفرح بقى يوم الصباحية كده بتجيب بقى حملة الكحك والبسكوت وكده، اللي هي الشيالة، وبترص بقى فيها بقى الحاجات دي مع الكحك والبسكوت والغريب والبطفور والكلام ده عشان الضيوف. وهنا بقى الفاكهة التفاح، طبعا هنا الخيار. وهنا الجبن والفلفل وعنب ومانجا وزبادي. وهنا جبنة بقى اللي هي الشيدر، والجبنة التانية اللي هي الدومتي. وطبعا علب التونة. بقول لكم بسم الله ما شاء الله، العروسة جايبة حاجات يعني مالية المطبخ. وهنا بقى لانشون، ده كده بيجي كده متقطع جاهز. طبعا في ناس بتجيب اللي هي الكيزان وبتقطع هي براحتها. وهنا بقى هنا السحلب. وهنا بقى الكركديه واليانسون والنسكافيه. طبعا ده كده في المطبخ. وده البوتفور والغريبة. طبعا البوتفور كان بالشوكولاتة. وهنا بقى جوزة الهند. وهنا بقى الكيك شيف والبيكنج باودر. اقول لك بسم الله ما شاء الله، العروسة مش ناقصها اي حاجة. ده هنا طبعا الكاكاو اللي هو البني ده. وده بقى هنا بقى البهارات، فلفل اسمر وكمون والسبع بهارات.
كل حاجة مكتوب عليها. وهنا بهارات لحمة، وهنا بهارات فراخ، وهنا بهارات سمك، وده الكاري، وده هنا الشطة، وهنا الجبنة. ده طبعا ده بيكون الفشار، دي كده أطعمة. هنا بقى الكركديه واليانسون والكوفي. طبعا كل ده هنحطه بقى ايه في المطبخ من تحت زي ما وريتكم في الاول كده. وهنا بقى النعناع، وده طبعا السكرية عشان نفضي فيها السكر وكده. وده الحلبة والشطة والبابريكا وبهارات الشوربة. وهنا كده قرنفل وبصل بودر وتوم بودر. ويا رب كده الفيديو يكون عاجبكم، ومش تنسوا كده اللايك والشير. واللي اول مره يدخل على القناه يعملنا اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وده نشا، وده سحلب، وده حلبة مطحونة، وده بن طبعا غير البن التاني كمان اللي هو الحصى وكده. وقولوا لي بقى في التعليقات رايكم ايه في من جايب العروسه وعندكم بتجيبوا كده ولا بتجيبوا ايه بالظبط. طبعا كل الحاجات دي طبعا هنفضها دلوقتي في شيالة البهارات وكده زي ما انتوا شايفين كل حاجه في مكانها. وهنا بقى المخلل طبعا بيكون